حلال الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، بمعنى وأن يحب أن يبقى في الإيمان بعد أن هداه الله إليه. أهلا وسهلا من جديد ومرحبا، وخير ما نبدأ به كلامنا هو كلام رب البرية جل في علاه، الذي أنزله الله تعالى رحمة للعالمين، الكتاب المبين الذي من تمسك به وسار على هديه فهو على الهدى والتقى، ومن خالفه فإنه لن يهتدي أبدا. فالقرآن فيه عزة المسلمين، فبه يعزون وبه يستخلفون وبه يمكنون وبه يكونون سادة وقادة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل الله وخاصته. والقراءة الأولى نبدأها مع الشبل الفاضل عيسى هداد، فليتفضل للقراءة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. هنيئا مريئا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة المنى، أولو البر والإحسان والصبر والتقى. حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. كتاب الله، هذا الكتاب العظيم الذي فيه عزة المسلمين وقوتهم وشرفهم، كما قال الله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزتكم، فيه قوتكم، ستذكرون بالعمل به، ستذكرون بتلاوته، ستذكرون بالرجوع إليه، تكونون أسيادا، تكونون قادة. لا عزة للأمة إلا بكتاب الله، لا عزة لها
ولا شرف لها إلا بهذا الكتاب المهجور. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا ينبغي أن يهجر كتاب الله، فهو الهدى لمن أراد الهدى، وهو السعادة الدنيوية والأخروية، ومن ابتغى السعادة في غيره فهو أشقى الناس. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. التلاوة التالية بإذن الله يتلوها علينا ابننا أحمد حلومة، فليتفضل جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية. ليس بينه وبين تركه وتعليم تجويده إلا رياضة امرئ بفكه. كما أن الإنسان إذا أراد أن يكون له جسم قوي فإنه يلتجئ إلى رياضة تعينه على ذلك، أن يصير ذا عضلات قوية فتتدرب عضلاته على أي رياضة يريد. فكذلك التجويد، كذلك هذا الكتاب يحتاج منا إلى رياضة الفكين، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. كتاب الله هو العاصم من فتن الزمان. نحن في آخر الزمان، والفتن يرقق بعضها بعضا، أي التي وقعت اليوم هي أرق من التي بعدها، إذن فالتي بعدها هي أشد منها. ولذلك المؤمن كلما تأتي فتنة يقول هذه. إذا كانت الفتن رغم عظمتها لا توجد فتنة أشد منها من فتنة المسيح الدجال، فإن هذه الفتنة رغم عظمتها ورغم شدتها ورغم شبهها يعصمك منها أن تحفظ 10 آيات من أول الكهف أو من آخر الكهف على اختلاف الروايتين. فكيف بمن حفظ كتاب الله؟ وكيف بمن يتلو كتاب الله لا يعصمه الله من الفتن؟ القرآن هو العاصم الذي يعصمك من فتن الدنيا والآخرة. نعم، علينا أن نرجع لكتاب الله، علينا أن نقرأ كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أو ولا تجعلوها مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأوا كتاب الله والتزموا به، وفقنا الله وإياكم. جزا الله أخانا وابننا. وننتقل إلى التلاوة التالية
لأيوب منوز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إلى من يشتكون قلة البركة في أموالهم وأبنائهم وأزواجهم وحياتهم، ويشتكون أن رفع الله البركة عنهم. والله ما رفعت إلا لما هجر الكتاب، هذا الكتاب الذي هو البركة كلها والخير كله، في ذلك فليتنافس المتنافسون. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، في رواية: احفظوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. أخذها بركة، تركها حسرة. جاءت بركة نكرة مفردة، ما قال بركات جمع، وما قال البركة بالتعريف، لكن قال بركة نكرة بدون الألف واللام ومفردة ليست جمعا. فالنكرة المفردة تفيد عموم اللفظ، كقول الله تعالى: إن الله على كل شيء، ما قال الشيء وما قال أشياء، كل شيء، فأفاد كل شيء يخطر لك على بال. فإن أخذها بركة. سورة البقرة اقرأوها في بيوتكم. أولا، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة، لا محل له هناك. ثانيا، فيه بركة في أرزاقكم وأبنائكم وأوقاتكم وحياتكم، فهو البركة كلها. ولكم الآن خيار بين أمرين: إما أخذها بركة أو تركها حسرة. إما أن تأخذ بهذه السورة وبالكتاب وتقرأه وتعمل بما فيه فيبارك الله جل وعلا لك في كل شيء، أو تتركها فتكون لك الحسرة والندامة، وتحسر على الأبناء والأموال، وفي حياتك كلها تكون حسيرا بالسين وليس بالصاد. نعم،
وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة السحرة، لا يستطيعها السحرة. من يقرأها ومن يحفظها، أتحدى من حفظ هذه السورة أن يضره سحر، يستحيل. فهذا إن ضر فإن هذا الكتاب والسنة ليس بحقيق من الله تعالى وحاشا. لا والله إن حفظتموها سورة عظيمة فيها البركة كلها وفيها الخير كله، ولا يستطيعها البطلة، لا يستطيعها السحرة. هي عصا موسى لك اليوم، موسى قد مات ورسول الله قد مات، فهي العصا على السحرة وعلى الدجالين. إنها أقوى السور، أكبر سورة في كتاب الله، وفيها أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وفيها آيتين بالنصب، فيها آيتين نزلتا من تحت العرش وهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إنها سورة عظيمة، والقرآن كله فيه البركة. من يشتكي قلة البركة فليرجع إلى كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله أن نكون من أهل القرآن. بارك الله في أخينا أيوب وحبيبنا، وننتقل إلى الشبل معاذ حلومة، فليتفضل جزاه الله خيرا. وقبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليبرك، فليدعو له بالبركة، فليقل اللهم بارك، أو بلفظ آخر فإن العين حق، العين حق. قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. إخوتي في الله، علينا أن نكون من أهل القرآن، من الذين يحبون الخير لغيرهم، وأن لا نكون ممن يضر إخوانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، من رأى من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. ولولا إذ دخلت جنتك قلت، فلولا أنك حرف امتناع لوجود، فلولا أنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما وقع للجنة كما وقع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، والضمير يعود على آخر شيء قبله، وهي جنة الذي لم يبرك جنته، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا كهذه الطاولة، فتصبح صعيدا زلقا. إذن النجاة في التبريك. اللهم بارك لنا ولكم ولأولادنا وأولادكم، وليتفضل الشبل بالتلاوة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السورة التي قرأها قال فيها صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر أو من سره بهذا اللفظ أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ: إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت. هذه صور صورت لنا يوم القيامة كأنه رأي العين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله، علينا أن نكون ممن يتلو هذا القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في أن نحفظ كتاب الله، قال للصحابة: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق؟ كان يذهب مثلا من هنا إلى مدينة أخرى فيأتي بناقتين كوماوين، ناقتين عظيمتين. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: فليذهب أحدكم إلى المسجد وليحفظ آية بناقة وآيتين بناقتين وبأعدادهن من الإبل. القرآن فيه 6220 آية على الأرجح بدون الخلاف، يعني 6000 ناقة و200 ناقة و20 ناقة. نعم، لا تحتقر، إن كتاب الله فيه الخير كله. الذي يختم كتاب الله مرة في الشهر هذا يعطى من الحسنات 3,200,000 حسنة. كيف ذلك؟ القرآن كما قال مجاهد فيه 320,000 حرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لأن العرب تطلق الحرف على الكلمة، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأحرف القرآن تعدادها 320,000 حرف. جداء 10 تعطينا كم؟ 3,200,000 حرف حسنة. لو تختم في سنة ب38,400,000 حسنة. كما تريد للدنيا فاعمل للآخرة، كما ترجو للدنيا فارجو كذلك للآخرة، لأن الله جل وعلا قال: والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى وتوراته وزبور داود وإنجيل عيسى وقرآن محمد، كلها تقول: وللآخرة خير لك من الأولى. بارك الله في شبابنا وأبطالنا الذين متعونا بهذه التلاوات الرائعة الجميلة التي نسأل الله تعالى أن يحلى بها آباؤهم حلتان أو حلتين لا تقوم بهما الدنيا. يعني لو بعت الدنيا من قطبيها لا تقوم بهما. وهذا قد يدركه المؤمن الصادق الذي ينتظر من الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاعمل بكتاب الله. قد سألني بعض الإخوان في غرفة البالطوق قال: هل في الجنة سيارات؟ قلت له: يا هذا في الجنة ما لا عين رأت، والسيارة رأت العين، ولا أذن سمعت، والسيارة سمعت الأذن بخبرها، ولا خطر على قلب بشر، والسيارة لو لم تخطر على القلوب ما اخترعوها. فاعملوا لجنة ببيوت يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ما يفسر لنا هذه؟ لا يمكن أن تفسرها.
تفسير حقيقي، لكن هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. يعني هناك تلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى. فإذن علينا أن نكون ممن يتلو هذا الكتاب وهذا القرآن، وأن نكون من العاملين به الداعين إليه. وجزاكم الله خيرا. وننتقل إلى كلمة أستاذنا أبي بكر حموش، فليتفضل جزاه الله خيرا لإلقاء كلمته بإذن الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى كما جمعنا على هذا الخير وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، نسأله كذلك أن يجمعنا في الجنة مع سيد الدعاة وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا نبارك لإخواننا وأحبتنا في هذه البلدة الطيبة بهذا افتتاح هذه الدار المباركة وهذا المكان الطيب الذي أعدوه لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم، وأن يبارك لكل من أسهم في هذا العمل الجليل الجبار. وأسأل الله تعالى أن يكلل كل المساعي وكل الجهود بالنجاح والتوفيق، آمين يا رب العالمين. والله لست أهلا للكلام في هذه المناسبة الكبيرة، ولست أهلا لأكون أول المتحدثين بحضرة شيوخ وعلماء أفاضل نعرف قدرهم ونعرف مستواهم العلمي، ونحن والله ندين لهم بالكثير والكثير. ولكن نزولا عند رغبة أحبتنا وإخوتنا أريد أن بتوفيق الله تعالى أن أتحف هذا الجمع المبارك بكلام من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء. ويعجبني، بل المناسبة تحيلنا جميعا إلى درس استفدناه من علمائنا الأجلاء، درس أحبه كثيرا، بل أحب أن أردده كثيرا على مسامع الأحبة في كل المناسبات وفي المساجد وفي كل منتديات سنحت الفرصة للكلام فيها. والدرس هو يتحدث عن استغلال الفرص السانحة للمسلم في حياته. وهذه الدار المباركة والله لأعظم فرصة إطلاقا في حياة المسلم، لأن موضوعها لصيق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأستفتح هذا الكلام بقصة أوردها الإمام أو المحدث العلامة ابن حبان في صحيحه. يقول الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار أعرابيا في بادية، فأحسن إليه هذا الأعرابي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحضر إلى المدينة ليكرمه النبي صلى الله عليه وسلم
جزاء ما أكرمه. فجاءه الأعرابي إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، سل حاجتك. قال الأعرابي بكل بساطة: ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بنو إسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر إلى بيت المقدس خرج مع أتباعه المؤمنين، فضلوا الطريق كانت واضحة وإذا بها مخفية. فقال موسى لعلماء بني إسرائيل: ما هذا؟ ما الذي حصل؟ فقال علماء بني إسرائيل: يا موسى، إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أخذ العهد من بني إسرائيل ألا يخرجوا من مصر حتى يخرجوا معهم رفاته وجثمانه إلى بيت المقدس، وقد أذن الله تعالى أن يخرجوا فلم يخرجوا جثمانه فضلوا الطريق. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين: ومن يعلم قبر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: عجوز من بني إسرائيل. طلب بإحضار العجوز فأحضروها، قال لها موسى عليه الصلاة والسلام: أين قبر يوسف؟ قالت: لن أدلك حتى تعطيني حكمي. ولكم أن تقارنوا بين الأعرابي التي كانت قد سنحت له فرصة وهو أمام سيد الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وبين عجوز بني إسرائيل التي جاءتها فرصة وهي أمام رسول من أولي العزم موسى عليه الصلاة والسلام. قالت: لن أعطيك لن أدلك حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. لكم أن تقارنوا، أن أكون معك في الجنة. وهل تتصورون أن موسى عليه السلام سيعطيها حكمها؟ لا وكلا، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. تصوروا أن احنا دابا حنايا تنطلبوا في الأحجار والأشجار، ونطلبوا الأحياء والأموات واللي بين الموت والحياة، نسألهم من أمر الله سبحانه وتعالى. موسى كره أن يعطي حكم هذه العجوز لأنه ليس من أمره بل من أمر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى وهو السميع البصير أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن أعطيها حكمها، قل لها أنت معي في الجنة. فأعطاها، قال لها أنت معي في الجنة، دلني على رفات يوسف عليه الصلاة والسلام. دلتهم على رفات في بحيرة، ذهبوا وراءها إلى بحيرة، فأمرتهم بأن ينضبوا الماء ويجفوا ماء البحيرة. فعندما نضب الماء استخرجوا رفات يوسف عليه السلام. عندما وضعوها فوق الأرض إذا بالطريق التي كانت مخفية قد وضحت وضوح الشمس في النهار.
وهذه قصة عجيبة جدا فيها فوائد كثيرة. الفائدة الوحيدة التي نستخلصها لهذه المناسبة هي الفرص، استغلال الفرص. الأعرابي جاءته فرصة فلم يطلب حتى من الدنيا شيئا، حتى من الدنيا لم يطلب شيئا، فكيف أن يطلب الآخرة أو ما عند الله؟ أما العجوز بني إسرائيل، وهذا مثل، انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مثلا بعجوز بني إسرائيل، ما أعظم هذه المرأة وهذه العجوز مثل، جاءتها فرصة فأخذت الفرصة الغالية الثمينة التي لا تقوم لها الدنيا بأكملها. هذه مقدمة للدرس، فرصة، إذا سنحت لك فرصة فلا تضيعها. ثم إن شاء الله، لأن هناك أدوار لشيوخ آخرين، أريد بعد هذه القصة الممتعة الرائعة أن أنتقل بكم إلى تأصيل شرعي لهذا الموضوع. من القرآن نقرأ جميعا قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. يقول المفسرون: إذا فرغت من عبادة فانصب لعبادة أخرى، ما تضيعش وقت. صليتي وأنا تقرأ الأذكار، قريتي الأذكار، نوت تقرأ القرآن، سئمت من القرآن، طلع صل الرحم، حب الرزق الوالدة والوالدة، أو وما أكثر أبواب ووجوه الخير والبر. فلا تكن غافلا في حياتك، ولا تترك فترة من فترات حياتك للغفلة. تعلمون عداوة الغفلة للإنسان. وقوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين. بكرة مساء في كل وقت اذكر ربك، والذكر عام، الذكر عام، كل العبادات فهي من ذكر الله سبحانه وتعالى، وما أكثرها. التفكر والتدبر في ملكوت الله، كل شيء، حتى النوم بالنية والأشياء اللي هي اعتيادية في حياة الإنسان، إذا كانت ممزوجة بنية صادقة تنقلب عبادات تؤجر عليها. والآيات كثيرة أيضا. قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي آية سورة الحديد: سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. المسارع، لابد أن نسارع الزمان ونسارع المكان إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نضيع وقتها. فراسكم غدا غيكون لكم بدا فريك اللي تيقولوا ليها، ياك غدا غتكون سمعتوها. إياكم أيها الشباب من تضييع الأوقات في هذه التفاهات. والله تفاهات تقتل وقتك ولا تؤجر، بل تؤذى. لا تضيع الأوقات. والآيات كثيرة. أما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي أيضا كثير. نختار منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري رحمه الله، حديث نحفظه جميعا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان كثير من الناس يستهين، بل لا يعرف قدرها ولا أهميتها. نعمة الصحة والفراغ.
إذا كنت ذا صحة وكنت في فراغ فلا تضيع هذه الفرص، بل استغلها فيما يعود عليك بالنفع يوم القيامة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اغتنم 5 قبل 5. حضر راسك معاهم قبال ما يهجموا عليهم 5 آخرين، ولا مشاو حتى دخلوا ال5 الآخرين، ضاعت فرصته. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفرص: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه فرص غالية، أعظم الفرص في حياتك هذه 5، فلا تضيعها، بل الله سائلك عنها يوم القيامة، كما في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند رب يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. لن تزول قدمه، ما غتزعزعش قدام سيدي ربي يوم العرض الأكبر حتى تجيب عن هذه الأسئلة ال4. فأعد الجواب لكل سؤال من أسئلة الرحمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: بادروا، وقد ذكر شيخنا الفاضل وحبيبنا قضية الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم. سارعوا، اعملوا، قدموا أمام وبين يدي الفتن أعمال. ليش؟ لتعصمك وتحفظك من هذه الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم. يصبح المؤمن كافرا ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لابد أن نسارع ونستغل الفرص لمواجهة ومجابهة هذه الفتن التي كلما جاءت فتن إلا وتكون الأخرى أعظم وأهول من الأولى. أما من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم وتتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. فتقول له عائشة في ذلك، تقول له في ذلك بمعنى تقول له: لماذا تعذب نفسك وقد غفر لك ما تقدم من الذنب وما تأخر؟ فيقول: ألا أكون عبدا شكورا. انتبهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مغفور الذنب، مبشر بالجنة، لا يذنب أصلا، معصوم من الأخطاء، فلا ينام الليل إلا قليلا. أفلا أكون عبدا شكورا. ومن هذه صلى الله عليه وسلم ما ذكر ابن عمر رضي الله عنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. في كل مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له الصحابة 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ويتكلمون ويستغل فرصة الاجتماع ويذكر الله سبحانه وتعالى. انتبهوا وانظروا إلى مجالسنا اليوم، والله قليل ما يذكر الله تعالى فيها إلا من رحم الله من هذه المجالس الطيبة النقية.
وأيضا ما رواه علقمة رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختص من الأيام شيئا؟ واش كان النبي صلى الله عليه وسلم تيخص الاثنين بكذا والثلاث بكذا والاربع بكذا والخميس بكذا؟ قالت: لا، ولكن كان عمله ديمة، كان يداوم على الأعمال في كل الأيام، ما كانش يختص إلا بعد الطاعات كصيام الخميس وغيره. أما باقي الطاعات فهي مفتوحة في كل الأيام. أما من هدي السلف الصالح قصة جميلة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ شكون اللي يصبح فيكم صائم اليوم؟ فلم يقم أحد من الصحابة إلا أبي بكر رضي الله عنه، وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم اتبع جنازة؟ فقام أبو بكر وحده للمرة الثانية، قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فلم يقم أحد إلا الصديق رضي الله عنه، قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. أبو بكر مرة الرابعة: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. من جرب يوما أن يجمع هذه الأربعة؟ من منكم؟ وسهل والله، وحدة اللي صعيبة في هذه، وحدة هي الصيام. جربوا شي اثنين وجربوا شي خميس وصوموا، لأن الصيام إلا ما عندكش ما غتعودوش وسط النهار. واش غتقول 12 غادي نصوم؟ ايوا تكوناش شي نهار صوم الخميس أو الاثنين، وفي نيتك أنك تجمع هذه الأربعة مرة واحدة، تدخل الجنة مرة واحدة وتدخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. صوم واحد الخميس أو الاثنين أو أيام البيض أو الأيام الأخرى المسنونة في الإسلام، ويجيب الله التيسير. البقية سهلة، يجيب لك الله الجنازة، وموجود الجنازات في المساجد الآن الحمد لله. الإخوة هاد الاتصالات دابا سهلت الأمور، وغتجي كاس صدقة على الفقير سهلة وماهلة، بات السردين، خبزة ونص لتر الحليب، 10 دراهم 180 ريال، أطعمت المسكينة. أش بقى لك؟ عيادة المريض. ما أكثر أمراض المسلمين، ما لقيتي كاع مريض في الحومة، طلع من السبيطار راه كله مرضى المسلمين، وتربح 4 وتكوناش على الأقل مرة واحدة في حياتك. إلا ما قدرتيش تكرر مرة في حياتك أنك عزمت على أن تدخل الجنة بفضل الله تعالى، ثم بهذه الأربع اللي ذكرهم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومن هذه الصحابة أيضا أو السلف الصالح ابن مسعود رضي الله عنه قال كلاما جميلا وراعيا ورقراق، واحد الكلام عجيب جدا. قال: ما ندمت يوما، ما ندمت ندمي على شيء، ندمي على يوم أشرقت فيه شمسه، بل أعيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما تندمش على الصفقة المالية اللي الآن كاين اللي مات تحت القبر، الآن كاين في القبر
مات بسبب ايش؟ صفقة مالية ضاعت له وديالاش ديال 10,000 ريال، مات سخف ومشى. علاش؟ على 500 درهم. تصوروا لي كيف ملكتنا الدنيا وتملكتنا الدنيا. والله كاين اللي سخف على 500 درهم، سخف على الدنيا كله، والله لا تستاهل ذلك أبدا. بل هذا الصحابي قال لك أنا ما تندمش إلا على واحد النهار مشات الشمس ديالو، بمعنى مشى نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. تصوروا الناس شوش النظرة اللي عندهم تبارك الله، النظرة ديال الآخرة. احنا والله ما تنسخفوا إلا لمشانا شي حاجة من الدنيا. أما ما صليتي الصلوات ديال النهار كلها زايد ناقص، تصليها في الليل وبوجهك حمر وبارد بدون حرج ولا ولا حتى حاجة، حتى قلبك ما تتحرك في حتى حاجة. والله هذا موت القلوب. موت القلوب أنك ما تندمش على أنك ضيعتي فرض من الفرائض، ولا ضاعت لك تهرس كاس في الدار تطلق المرأة. كان اللي طلق المرأة على جميلة محروقة وشتت الوليدات على جميلة. والله العظيم هادشي موجود. علاش؟ لأننا نحن اسماء إسلامية رسوم فقط، ياك راس محمد وعيشة وأين الإصلاح؟ ولكن لما صلت المرأة ولا الوليدات ما صلاوش، الولد تيكمي ما كيتم، عادي جدا. والله انحط المسلمون وصلوا واحد المستوى ديال الانحطاطات الروحي، القلوب جافة ناضبة، ما فيها حتى حاجة من ذرة الإيمان إلا لا إله إلا الأصل. نسأل الله أن يعافيه. بل قال أيضا هذا الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه، وعنده أقوال تبارك الله والله حكمة الغالية لهذا ابن مسعود، أقواله غالية جدا. تقول لك في قول آخر: إني لأمقت الرجل، إني أمقت وأن الكره الشديد. قال لك تنكره الرجل شدة الكره. شكون هذا الرجل؟ إني لأمقت الرجل أن أراه لا في عمل الدنيا، أن أراه فارغا لا من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. وكاين هذا النوع البشر تتلقاه تايه، لا يجمع الدنيا ولا يجمع للآخرة. هذا قاع مثالي، قاع كون هذا على الأقل يتمتع غير بالدنيا إلا ما بغاش الآخرة. بل نحن نتمتع بالدنيا وما نخليوش النصيب ديالنا من الدنيا ثم نعمل الآخرة كما الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، خذ نصيبك في الدنيا اعمل لها الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، داك الشيء اللي اعطاك الله تعالى ابتغي به الآخرة، ولكن ما تنسى حقك في الدنيا. تمتع، من حقك الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إذا لابد للمؤمن أن يكون فطنا ذكيا في استغلال فرص الدنيا، لأنها مزرعة الآخرة. لا آخرة بدون دنيا أبدا، ولا خير في الدنيا إن لم تكونش الآخرة. نعم. وأيضا من أقوال أو من أحوال السلف أيضا مع الفرص، مولى ابن عمر رضي الله عنه يقول: سأله الصحابة
كيف كان يصنع ابن عمر في بيته؟ قال لا تستطيعون ذلك أو لا تطيقون ذلك. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. الوضوء لكل صلاة وبين كل صلاة وصلاة المصحف. هذه حياة ابن عمر رضي الله عنه بين الطهارة وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. بل قال هذا المولى رضي الله عنه قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان ابن عمر لا يصوم في السفر. كان لا يصوم في السفر وقليل ما يفطر في الحضر. ولا كان حضر في داره قليل ما تيفطر. كان يأخذ بالرخصة في السفر ولكن في داره قليل ما تيفطر، بمعنى كان يكثر من الصيام. وأختم هذه الأقوال بقولة الحسن البصري رحمه الله. تقول لك الحسن البصري أدركت أقواما، قال لك لقيت شي أقوام كانوا تيحرصوا على ايش؟ كانوا يحرصون على أوقاتكم أشد مما تحرصون أنتم على دنانيركم ودراهيمكم. كتار كانوا هم إذا كنتم تتحرصوا على الأموال هو في زمان ويتكلم. أما لو كان حاضرا أو في بين أظهرنا الآن لا خرص ولم يتكلم. أن حلنا والله بدون تعليق كما تقول ياك، حلنا بدون تعليق والله. هو يتحدث عن زمانه. قال لك أدركت أقواما يعني ديالاش تاع الصحابة والتابعين وقد أدرك بعض الصحابة. قال أدركت أقواما كانوا كانت يحرصوا على الأوقات ديالهم أكثر مما تحرصون أنتم. يخاطبوا الناس اللي كانوا في عصره كانوا كانوا يحرصون على الدنانير والدراهم، ونحن أحرص وأحرص وأحرص منهم على المال والدراهم والدنيا. أما أختم هذه الكلمة ماذا؟ ربما يتساءل الإخوة وحق لهم أن يتساءلوا كيف نستغل الفرص، أو ما هي الآفات أو ما هي الأشياء التي تحول دون استغلال هذه الفرص. وطبعا الفرص إلا بنحدد لكم الفرص اللي عندكم أقول بكل بساطة وبإيجاز كل ثانية في حياتك فرصة. كل ثانية عندك فرصة. ما كاينش شريط حياتك شي وقت اللي هو مش فرصة، مستحيل جدا. كل ثوانيك وكل أنفاسك فرص فلا تضيعها. خطير جدا. أنت متبوع كل ثانية أنت محاسب عليها. وكل ثانية نشوف في ناس فاش تستغلها وفاش تعمرها. أما أسباب تضييع الفرص فكثيرة جدا. أخذ سببين، واحد الأسباب من أعظم أسباب تضييع الفرص. السبب الأول هو عدم وضوح الهدف عند المسلم، غياب الهدف. وقت اللي تغيب عندك الهدف ما غتعرفش دير. شوفوا غير الدنيا الآن، واحد احنا تبارك الله محترفين فاش في الحرص على الدنيا. تلقى شي واحد مزوج دير وليداته وكاري، اش تيقول لك؟ وتيقول لك خصني نبني. شتي تبارك الله دابا شوف الهدف عنده مرسوم بين عينيه، خصني نبني. هذا هدف. واش بيني وبينكم هذا اللي قال لك خصني نبني واش غادي ينعس ويحلم ويصبح واحد النهار عنده دار؟ هذا من الخبال والحماق. ولكن وقت اللي تيوضع الهدف تيوضع عليه تيمشي في واحد الطريق باش يحقق الهدف. بمعنى ايش؟ تيعمل. تلقى واحد العام قال لك ندير نشري الارض، شرى الارض. واحد دازت عامين قال لك خصني ندير واحد الصندوق، وهكذا حتى يبني.
شوف احنا دابا حاتقين في الدنيا وفعلا وصلنا، كثير منا وصل إلى كثير من أحلامه وخطط لها وعمل بجد ليل نهار. وعلاش هذا الجد هذا ما ينتقلش بنا إلى الجد في الآخرة؟ وراه ماشي عيب هكا التخطيط هذا، بل مطلوب منا نخططوا، بل الإسلام علمنا أن نخطط لاش الأمور الدنيوية وهي عبادات، ونخطط أيضا باش نخطط ونوصل أنني أرافق النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أنا ندير في بالي أنني نحفظ القرآن كما الشيخ ذكر، أو ندير في بالي أنني ندخل الجنة، هدفي نكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ياش كما عملت الأرض والبيت أعمل أيضا لياش، أعمل للآخرة أو للهدف الذي رسمته. وللأسف الشديد أشنو وقع لنا؟ لو سولتكم كاملا هل واش عندكم هدف في الدنيا؟ نعم، كلكم غتقول لنا عند هدف. ما هدفكم؟ وكلكم غتجاوبوا بجواب واحد وصحيح، 20/20 ناجحين. ما هدفكم؟ هدفنا أن يرضى عنا ربنا وندخل الجنة كلنا. ولكن للأسف أن هذا الهدف غير مكتوب، شي حاجة ديال الخرافة فقط. إذا كان عندك الهدف حقيقة هو هذا، لابد أن تعد له وتعمل له. هذه المشكلة. قلت أن السبب الأول لتضييع الفرص هو عدم وضوح الهدف. لو وضح لنا الهدف لعملنا لهذا الهدف ووصلنا إلى الهدف اللي هو رضا الله تعالى ودخول الجنة. اش قال تعالى على الكفار في سورة الروم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اش تعرفوا غير الدنيا، شاطرين حادقين دكاترة في أمور الدنيا. علاش؟ لأن هدفهم واحد هو الدنيا، ولذلك عملوا للدنيا، ولذلك الله تعالى جعلها لهم جنة. والمسلم ما يكونش تعرف الدنيا بوحدتها، بل لابد أن يعرف الآخرة أيضا. ولكي لا أطيل، وقد حضر معنا شيخنا أبو زهير، أنتقل إلى السبب الثاني، وهو عدم الإحساس أو ضعف الإحساس بالمسؤولية. مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. كثير منا لا يستحضر العرض على الله والسؤال والمساءلة أمام الله يوم القيامة. وقد ذكرت الحديث الذي يحتوي على الأربع المسائل التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة، يوم العرض على الله تعالى. لو أحسسنا بهذه المسؤولية لعملنا أشد العمل، ولأعددنا أجوبة قوية لسؤال الله تعالى يوم القيامة. والآيات كثيرة جدا عنها التي تذكر هذه المسألة ديال المساءلة يوم القيامة. نذكر قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يذكر أن هذه الحواس ستكون شاهدا عليك يوم القيامة. قال تعالى: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وذكر في عقوبة الذي يقذف المحصنات: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق.
لابد وأن تساءل، لابد وأن تجيب عن أسئلة الله سبحانه وتعالى يوم العرض. لو احسسنا بهذه المسؤولة ما ضيعنا فرصة من الفرص التي حبانا الله تعالى بها وأكرمنا بها، وهي كثيرة كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لن تحصوا أبدا فرص الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا جميعا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك فيما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الحسد ومن النفاق ومن السمعة والرياء والكبر والكبرياء. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشهد الله أني أحبكم في الله. حبك الله.